هو إحنا ليه بنتعلّق بسرعة؟ ليه الراجل أمّا بيدخل في علاقة بتلاقيه بيتعلّق بشكل سريع، وليه الست كمان لمّا بتدخل في علاقة بتتعلّق بشكل أسرع؟ إيه الحكاية وإيه الحدوتة؟ إيه هي العلاقة اللي بتخلّينا إحنا متمسكين بيها؟ إحنا عايزين المشاعر اللي فيها، عايزين الإحساس اللي وصل لي اللي أنا عِشت طول عمري محروم منه، وهي دي أصل الحدوتة. إن الحقيقة إن ما بنبقاش كلنا متعلقين بفكرة الشخص، إحنا متعلقين بالإحساس اللي جالنا ورا الشخص ده، اللي جه من خلاله قال لنا إن إحنا عطشانين جدًا. من وإحنا صغيرين في حاجة اسمها system في الطفولة بتقول إن أنا عايز أمان معين، أنا عايز أتشاف، أنا عايز أتسمع، أنا عايز اهتمام. كل الحاجات دي لو ما لبيناهاش في الطفولة أو الطفل ما حسش بيها أو في مراهقته، إيه اللي بيحصل؟ لما بنكبر أول حد بيدينا الأحاسيس دي، بيدينا المشاعر دي، بنحس إحساس مختلف، إحساس كأننا كنا صايمين وأخيرا فطرنا، فبالتالي بنفتكر إن هو ده الشخص المناسب، إن هي دي الإنسانة اللي كنت بتمناها طول حياتي. في الحقيقة إن ده بيبقى تريجر لألم أنا عشته في الطفولة، لاشتياق نفسي أنا كان نفسي أحسه من بابا ومن ماما، فأول حد بيجي يديهولي بتشعبط في رجله وأقول أيوه هو ده. وعشان كده الشخص ده لما بيجي يبعد وبيبتدي يقرب، يرجع يبعد ويبتدي يقرب، وبتبتدي العلاقة تدخل في اون اند اوف، احنا بنفتكر ان احنا عايزين الشخص، بس الحقيقة ان احنا بنبقى كمان عايزين المشاعر اللي بيديها لنا الشخص. وعشان كده في علم النظام العائلي او الفاميلي كونستليشن بنركز جدا على فكرة إن إحنا نرجّع المشاعر، نرجّع الأحاسيس المفقودة دي من خلال الجلسات اللي بنعملها. بس تعالوا ناخد الفكرة من منظور تاني، يا ترى إيه اللي بيخلّينا من وإحنا صغيرين بنحس بمشاعر مختلطة؟ كل شوية في حاجة أنا مستنياها مفقودة من ماما مش باعرف آخُدها، مفقودة من بابا مش باعرف آخده، وكأن طول الوقت أنا مستني إحساس معيّن، محتاج تأكيد، محتاج حد يطمني. لما ببتدي أشتغل على المشاعر دي وابتدي أعرف حقيقتها جوايا وأعرف الاسم الحقيقي وراها، ساعتها بس هبتدي أدي الإحساس ده لنفسي، ساعتها بس هعرف إن اللي أنا محتاجاه حقيقي هو الحب. بس الأول أعرف أحب نفسي عشان مبقاش طول الوقت عندي تعلق إن أنا آخد الإحساس ده من أي حد يقابلني، أخده بقى من علاقة أولى، علاقة تانية، علاقة تالتة، أي حد هيجي يديني المعنى اللي روحي مفتقداه هو ده اللي أنا هاقول له أنا متعلقة بيك وأنا مفكرة إن أنا باحب الشخص. فعلشان كده دايمًا الاحتياجات العاطفية بتاعتنا مش بننساها، بنستناها، بس عشان نستناها صح ونقدر نشبعها صح لازم نرجع لنفسنا في الأول. ولما بنرجع لنفسنا بنعرف ساعتها إننا ما كناش بنحب الشخص ده، إحنا بنحب الإحساس اللي جاي مع الشخص ده. فبالتالي لما بنشتغل على نفسنا صح بنعرف إن إحنا كنا محتاجين النسخة الحقيقية اللي جوانا اللي إحنا اكتشفناها في وجود الشخص ده، وبنحب نفسنا أوي فيها. عشان كده بنبقى عايزين النسخة دي تعيش معانا على طول، لأن هي دي النسخة الحقيقية اللي كانت وحشانا من الطفولة. وده مش ضعف ولا عيب، مش عيب إننا نحب، مش عيب إننا نتعلق، بس العيب الحقيقي إن أنا أتعلق بشخص متردد أو أتعلق بشخص وأكون في العلاقة on and off. العيب الحقيقي إن أنا ما أقدرش أوصل لاحتياج الأمان، احتياج الاهتمام، احتياج أتشاف أو إن أعرف أشوف نفسي صح. عشان كده في سلسلة الفيديوهات اللي جاية هنتكلم أكتر عن فكرة العلاقات وفكرة إزاي إن أنا أقدر أوصل لأحسن نسخة مني في العلاقة اللي أنا عايزاها، اللي هي في أساسها وأولها هي علاقتي بنفسي. عشان كده هنتكلم مع بعض الفترة اللي جاية كلها عن العلاقات، وهنركز أكتر إن أنا إزاي أقدر أوصل لأحسن نسخة مني وأقدر أوصّل كل المشاعر اللي أنا محتاجاها دي لنفسي مع أحلى علاقة أبتدي بيها وهي علاقتي بنفسي.